ازيكم؟ انا جورج. في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نفتح اللوجيك، وعرفنا ايه اسماء الاماكن وايه الحاجات المهمة اللي في البرنامج. مراجعة بسيطة كده. الحتة دي اسمها التايم لاين، هنا اللي بيسكن فيه كل التراكس وكل الحاجات اللي انت سجلتها وعايز تعمل لها editing. ده اسمه الانسبكتور. والحتة دي اسمها اللايبرري. وعلى اليمين هنا في اللوبس، وهنا البروجكت تكست او المكان اللي انت حبيت تسجل فيه الليركس. وده الايفنت، كل خطوه انت عملتها بتسجلها هنا. فاول حاجه، اول ما تفتح البرنامج النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتعلم ازاي نطلع اول صوت من اللوجيك برو واول نغمه من غير اي مشاكل. لو عمرك ما عملت موسيقى قبل كده الفيديو ده هيكون ليك. اي برنامج موسيقى، ايه اكتر حاجه انت بتخاف منها؟ ان انت تفتح البرنامج وما تسمعش ولا حاجه. خلينا نكسر الحته دي مره واحده. اول حاجه اللي انت لازم تعرفها او اللي انت لازم تتاكد منها اول ما تفتح اللوجيك برو، تتاكد من اعدادات كارت الصوت. عشان نوصل للاعدادات هنروح على لوجيك، وبعد كده سيتنجز، بعد كده اوديو، او الاختصار بتاعها كوماند كوما. نتاكد ان اهم حاجه ان الاوديو بتاعنا يكون على الاكسترنال هيدفونز او كارت الصوت اللي راكب عندك على الجهاز. اوكي، اخترنا اول حاجه زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكتريك بيانو. لو بصينا على الانسبكتور هنلاقي ان الجزء ده لونه اخضر ومنور ومكتوب عليه الكتريك بيانو. لو انا حبيت اغير الآلة اللي ساكنة على التراك 1، كل اللي عليه ان انا اجي عليه، تشوف انها شكلها اتغير، وادوس كليك بيفتح لي الآلة نفسها. دلوقتي انا عندي تراك جاهز ان انا اخرج منه صوت. اول حاجة ان انا اقدر ادخل او اعزف نوت على البرنامج. عندنا طريقتين او ثلاث طرق. اول طريقه، لو انت عندك ميدي كيبورد هنضغط على اي زرار هيطلع لنا الصوت. لو انت ما عندكش ميدي كيبورد، تاني طريقه ان انت تدخل او ترسم النغمات بايدك. هنروح على البيانو رول زي ما قلنا المره اللي فاتت، يا اما هنيجي من على الاختيار اوفر هنا وندوس على البيانو رول، او الاختصار الشورت كات من على كيبورد هيبقى حرف البي، هيظهر لنا الكيبورد. ممكن اجي بعد كده اختار القلم عشان ابتدي ارسم. وزي ما انت شايف او زي ما انتوا شايفين، انا بختار النغمات وادوس عليها. لو دوست بلاي هيبتدي يطلع لي صوت. الطريقة الثالثة اللي انت ممكن تدخل بيها اصوات على البرنامج، ان انت اللوجيك فيه خاصية اللي انت ممكن تستخدم الكيبورد بتاعتك اكنها ميدي كيبورد. ازاي بنفعل الخاصية دي؟ يا اما بتجو على ويندو بتقول له show musical typing، او الاختصار بتاعها command key زي ما انت شايف تختفي وتظهر. ومجرد ما انت ظهرتها، لو عايز تبتدي تسجل تدوس ريكورد ونكتب ستوب. بالطريقة دي انت مبروك عملت اول صوت واول مقطوعة عندك في اللوجيك برو. مش مهم نوع اللحن ومش مهم الايقاع، المهم ان انت فهمت الطريقة من اول ما تفتح البرنامج لحد ما تسمع صوت. الفيديو اللي جاي هنفهم يعني ايه ميدي وازاي تتحكم في النغمات وطولها. ولو حابب تمشي خطوة بخطوة اعمل لي سبسكرايب وخليك معايا، واشوفكم المرة الجاية. سلام.